بيكون في لعبة جديدة مشهورة جدا، وهي عبارة عن قتال بين اللاعب وملك الشياطين والأحداث اللي بتدور ما بينهم. واللعبة دي بتكون مشهورة جدا، ومعظم الناس بتكون كارهة ملك الشياطين لأنه شرير وكده. غوزو هو راجل عصابات خطير، ومفيش غيره بيكون متعلق جدا بشخصية ملك الشياطين في اللعبة، بس للأسف بيتورط مع عصابة خطيرة جدا، وفي الآخر بيموت على إيد من واحد من العصابة، وبعدها بيفقد الوعي تماما. ولما بيفوق بيفتح عينيه وبيلاقي نفسه في مكان مألوف جدا، والملابس اللي عليه والزمن اللي هو فيه عارف كويس إنه تخيل بالمكان ده قبل كده. بيلاقي راجل ومراته وبيقولوله إن هو لازم ينفذ الخطة بتاعتهم النهاردة، والخطة دي هي إنه يقتل ابنهم الصغير اللي بيسموه بملك الشياطين. معقول الكلام ده؟ أيوة، غوزو كده افتكر كويس هو فين. دي رواية اللعبة اللي مكسرة الدنيا وليها محبين كتير، وبيدخل عليهم ولد، وأول ما غوزو بيشوفه بيعرف على طول إنه ملك الشياطين لما كان صغير، بالظبط زي الرواية لما بدأت في اللعبة. بس بيكون وجهه بريء جدا، بيعتذر من أبوه وأمه إنه ساب أوضته بس شاف راجل غريب وكان عايز يطمن عليهم. غوزو بيعرف على طول إنه هو ده ملك الشياطين، وبيكون فرحان جدا إنه شايفه، بس الولد بيتوتر جدا، وده بيسبب إن قوته تتسرب وتسعى غوزو. ملك الشياطين بيكون خطير جدا لدرجة ان امه وابوه بنفسهم بيخافوا منه، بس هو بيعتذر جدا عن اللي عمله بدون قصد. ثواني كده، غوزو عارف رواية اللعبة دي كويس قوي. غوزو دلوقتي متجسد في دور الحارس الشخصي لملك الشياطين اللي اهله دافعين ليه في السر علشان يقتل ابنهم. الأم والأب بيبعتوا ورقة طلبات مع ابنهم على أساس يروح يجيبها وكده، بس الغرض من كل ده إن غوزو يستدرجه للغابة علشان يقتله. بيقطع حبل تفكير غوزو لما ملك الشياطين بيعتذر له عن اللي حصل في البيت، وبيقوله إنه مش عارف يتعامل مع قوته خالص ولا حتى قادر يسيطر عليها. وبيقول كمان إنهم نفوا أوضة صغيرة في بيتهم الكبير ومنعين أي حد يتكلم معاه، حتى هم بنفسهم بيخافوا منه جدا. وبيقول انه عارف ابوه وامه باعتينه علشان يجيب الطلبات دي، بس هما في الحقيقة جابوا غوزو علشان يقتله. وبيكون عارف بالظبط ان المفروض غوزو يقتله دلوقتي وسط الغابة زي ما الرواية بتقول. وبيحاول ملك الشياطين انه يهجم على غوزو، وهو حاسس بغضب كبير جدا من اهله وعايز يقتله من الغضب. لكن اللي بيحصل في الرواية بتاعة اللعبة ان غوزو بينقل القوة ليه علشان يهجم على ملك الشياطين زي ما حصل في الرواية بالظبط. بس غوزو بيقرب عليه وبيقوله ان في حد كمان معاهم في الاتفاق علشان يقتلك، يعني في حد تاني الام والاب برضو عينوه علشان يساعد غوزو في القتل. غوزو بيهجم على الشخص التاني ده وبيقرر انه يغير الرواية خالص، خصوصا ان ملك الشياطين بيحبه جدا في اللعبة وقرر يساعده بدل ما يقتله. غوزو كمان بيقول انه بيكره العالم كله وعايز يساعد ملك الشياطين انه يدمر كل حاجة. المفروض يحصل في اللعبة هو ان ملك الشياطين يقتل غوزو والراجل اللي معاه، لكن بعد ما غوزو قرر يحرف في الرواية بيحس بتعب جسدي كبير جدا. ملك الشياطين بيحاول يستخدم سحره علشان يرفع غوزو ويحاول يجري بيه على اوضته المنفية في البيت. غوزو بيكون بيتألم جدا علشان التحريف اللي عمله في الرواية. ملك الشياطين بيحاول يدور على علاج لغوزو بالسحر، بس الموضوع بيكون صعب جدا. وغوزو كمان بيقوله اقتلني احسن وخلاص، لو ده حصل هنكون ماشيين مع الرواية وهنخلص من الموضوع ده. بس ملك الشياطين بيكون حس لأول مرة ان في حد بيحبه ومش عايز يقتله، علشان كده قرر ما يستسلمش، وفعلا بيلاقي علاج بالسحر لغوزو. لكن طبعا الامور مش هتمشي تمام. الاب والام بيدخلوا الاوضه وبيلاقي غوزو وابنهم، وبيشتموا ابنهم وبيقولوا له انه وحش ولازم يموت فورا. غوزو بيتعصب جدا وبيزعق للام والاب وبيرميهم بعيد، بس هما بيقولوا ان الطفل ده رمز من رموز الشر والدمار، وحاولوا كتير قوي علشان يخلوه كويس، بس ما نفعش معاه اي حاجة خالص. قوته مش مقدور السيطرة عليها نهائي. ملك الشياطين بيسمع كل ده واهله بيقولوا انه لازم يموت في اسرع وقت. غوزو بيتضايق جدا من الكلام ده علشان اهله نفسهم هم اللي بيقولوا كده، يبقى باقي الناس هتقول ايه؟ بس ثانية واحدة،
أنا اتأثرت جدا بالموضوع ده. يا ترى لو انت كنت مكان الأم والأب كنت هتعمل ايه؟ اكتبولي رأيكم في الكومنتات، متشوقة جدا اني اعرف. تعالوا نكمل. بنعرف ان اهل غوزو كمان كانوا كارهينه جدا علشان كده طلع مجرم خطير، بس برضو الأم والأب مش فاهمين كل ده وبيقرروا يقتلوه هما الاتنين دلوقتي. وهنا بيجي ملك الشياطين وبيجمع كل طاقته في ايديه وبيقذف البيت كله بأكمله. أهالي القرية كلهم بيشوفوا اللي حصل ده وهم مصدومين جدا وبيقرروا يقتلوا ملك الشياطين بالحجارة حتى الموت. وهنا غوزو بياخد ملك الشياطين وبيقرر يهرب بيه على بعيد. ملك الشياطين بيقرر ياخد غوزو على مدينة تانية هو يعرفها بعيد عن أهله ويقدر يستخبى فيها، بس برضو بيكون صعب جدا عليه السيطرة على قوته. العجوز اللي معاهم بيقولوا إنه قريته بقالها كتير قوي بتتعرض لهجوم الخفافيش، وكل شوية الخفافيش دي حجمها عمال يكبر. بس أول ما ركب الاتنين دول الخفافيش اللي كانت بتهجم عليهم بقت تخاف وتبعد عن العربية الخشبية بتاعته. شكلهم كده خايفين من سحر ملك الشياطين. المفروض اللي هيحصل في الرواية هو إن ملك الشياطين كان على وشك يدمر العالم كله، بس في 4 محاربين هيتحالفوا مع بعض ويموتوا الملك. الغريب إن اللعبة لسه شغالة حتى مع وجود تحريف فيها. المفروض إن غوزو يموت من زمان. معقولة هما الاتنين ممكن يغيروا اللعبة؟ لكن فجأة كده العربية الخشبية بتقف وبتتعثر. بتكون واقفة قدام العربية بنت جميلة جدا، ولما بتشوف ملك الشياطين بتعرف على طول إن هو ده اللي بعتنها علشانه. البنت بتقول لملك الشياطين تعالى اجري ورايا وحصلني. الملك بدون تردد بيروح وراها. غوزو بيكون عارف من الرواية إن البنت دي أجمل بنت في القرية وأهالي قريتها بعتنها علشان تروح تتجوز ملك الشياطين، وفي المقابل هتطلب منه إنه ما يأذيش قريتها أبدا. يعني أهل القرية بيضحوا بأجمل بنت عندهم علشان سلامتهم. غوزو بيقول للملك إنهم يتحركوا ويمشوا لأن كل ده تضييع وقت مش أكتر، لكن غريزة الملك والنص اللي مكتوب في الرواية بتقول إنه لازم هيعجب بيها ويتجوزها. بس الكلام ده بيخلي الملك متعصب جدا. ليه حد يقدم أجمل بنت في قريته ويحرموها من حياتها الطبيعية؟ طب ليه الناس دي كلها خايفة منه مع إنه عمره ما شاف حد أصلا والقوة دي هو ما اختارش إن هو يتولد بيها؟ والأول مرة ملك الشياطين بيخالف الرواية المكتوبة في اللعبة وبيخلي البنت تهرب وبيوعدها إنه مش هيأذي قريتها مهما حصل وبيتمنى لها حياة سعيدة. البنت بتهرب مع الراجل العجوز وبتكون فرحانة جدا إن حياتها أخيرا رجعت لها. غوزو والملك بيكملوا رحلتهم مشي لحد القرية اللي هيستخبوا فيها، وغوزو بيتعب جدا فالملك بيستخدم سحره علشان يشيله. وهم خلاص داخلين على القرية بيشوفوا خفاش كبير جدا زي كأنه تنين بالظبط. الملك على غير العادة بيتدخل وفي لمح البصر بيموت التنين ده قبل حتى ما يهجم على القرية، وقبل كمان ما واحد من الأبطال الحلفاء يحاول يقتل التنين. اللي مكتوب في الرواية إن البطل هيقتل التنين وملك الشياطين هيصحيه ويرجع التنين للحياة ويسخره لخدمته ويكون واحد من شياطينه. بس الكلام ده واللي بيحصل دلوقتي مش زي اللي مكتوب في الرواية خالص. ده كمان أهالي القرية كلهم بيشكروا ملك الشياطين وبيقدموا له الأكل وأفخم الحاجات تقديرا للي عمله. اسمعوا بقى اللي هيحصل دلوقتي. ملك الشياطين بيروح الحمام وبعدها بيدخل أول بطل من الحلفاء وبيلاقي غوزو قدامه، فبيحسبه ملك الشياطين وبيكلمه بكل وقاحة وبيقوله إنه كان على وشك إنه يقتل التنين والمفروض إنه هو اللي يكون بيتقدم له التشكرات والتقديرات دلوقتي، مش ساحر معتوه زيه. لكن أهالي القرية بيقولوا التنانين دايما كانت بتهجم عليهم، مفيش ولا مرة البطل ده قدر يقتل واحد فيهم. غوزو بيقوله إنه هو مهووس جدا بتحقيق النصر علشان الناس تقول عليه كويس وهو البطل وبس. ولما بيكون البطل على وشك إنه يضرب غوزو الملك بيجي وبيحمي غوزو من الضربة، وخلاص الملك بيستعد علشان يقتل البطل. لكن البطل لما بيشوف بعينه اللي حصل بيعجب جدا بقوة الملك وبيشكره جدا على إنقاذ القرية. ده كمان بيرجع تقديرا للملك. كده بقى الرواية كلها اتشقلبت رأسا على عقل. معقول إنك ممكن تموت من علامة
كلامنا ده وتدخل في قصة لعبة انت بتحبها وكمان تغير القصة تماما، انا عن نفسي لو حصل لي كده هتكون حاجة جامدة جدا. البطل بيدعو الملك على الاحتفال الاول ليه بسبب انقاذ القرية من التنانين والوحوش اللي كانت بتهجم عليهم. الاهالي اخيرا حسوا بالامان. غوزو بيقول للملك انه حتى في حياته السابقة كانوا بيعملوا احتفالات برضو قبل ما يموت. الملك بيكون مستغرب جدا ومش فاهم اي حاجة خالص من غوزو ده، حتى ما يعرفش عنه اي حاجة غير اسمه بس، ومع ذلك اتعلقوا ببعض جدا. لما غوزو بيعرف ان حتى الشخصيات في اللعبة ممكن يتقلبوا طيبين، بيتمنى لو كان حد كويس في حياته قبل ما يموت. وهنا بيقرر انه يساعد الملك علشان يحموا العالم مش يدمروه. وبس كده بيروحوا المهرجان والناس كلها بتكون مبسوطة وبتضحك، وكل ده بسبب ملك الشياطين. اتمنى فعلا نعرف الرواية الجديدة هتنتهي ازاي، خصوصا بعد ما اتشقلبت خالص. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك في الفيديو وتشترك في قناة أنيموجي بالعربي وتفعل زر الجرس علشان الملخصات اللي جاية ما تفوتكش. اشوفكم قريب. If you leave, baby, let me down slowly, let me down.